نفسك تشتغل مبرمج أو حتى تفهم الشركات شغالة إزاي، فالفيديو ده ليك. السلام عليكم، أنا وائل جمعة، وفي الفيديو ده هشرح لكم إزاي الشركات بتنشئ مواقع لعملائها من أول مرحلة لحد مرحلة تسليم المشروع للعميل. أول مرحلة عندنا هي مرحلة ال PRD، وهي اختصار ل Product Requirements Document. في المرحلة ديت بنشرح فيها كل تفاصيل المشروع، يعني إيه هو هدف المشروع، هنشتغل إزاي، إيه هي التكنولوجيا المستخدمة، مين هو الجمهور المستهدف، ايه هي الفيتشرز اللي هتكون موجودة في المشروع ده. يعني في المرحلة ديت احنا بنعمل لينا خريطة على اساسها هنبني المشروع. تاني مرحلة عندنا هي مرحلة ال UI UX Design. في المرحلة ديت احنا بنعمل تصميم للمشروع، بنحدد هوية المشروع، بنحدد الوان المشروع، وغيرها من التفاصيل اللي بتتعلق بتصميم المشروع بنحددها في المرحلة دي. تالت مرحلة عندنا هي مرحلة الفرونت اند. في المرحلة ديت احنا بنحول التصميم بتاعنا الى كود، بحيث إن إحنا نقدروا إن إحنا نشتغلوا عليه أو نطوّروا فيه أو نعدّلوا فيه في المراحل الجاية. رابع مرحلة عندنا هي مرحلة الback end. التصميم اللي إحنا بنّاه لوحده مش كفاية، لازمًا يكون في عقل وراء الكواليس كده. العقل ده هو اللي بيتحكم في كل حاجة، وهي ديّة شغلانة الback end developer، واللي إحنا من خلاله بنربط قواعد البيانات أو الdatabase بالموقع بتاعنا، زي مثلًا استلام بيانات أو عرض بيانات. تعالَ ناخد صورة مصغّرة عن الموضوع. لو عندك موقع إخباري أو موقع مقالات، اللي بيحصل كالآتي: إن الback end بيروح يكلم الdatabase ويجيب منها data زي مثلًا عنوان وصورة واسم المقال، ويعرضه عندك في الfront end. وطبعًا مش ده بس شغلة الback end، شغلة الback end طبعًا ليها علاقة بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب أو أي حاجة بتتعلق بالdatabase أو قواعد البيانات. وبعد كده عندنا مرحلة الtesting. قبل ما نرفع الموقع ونعرضه لكل الناس، لازمًا الموقع يتجرب، وكل feature لازمًا تتجرب ويتأكد إنها شغالة 100% صح. في المرحلة ديّة إحنا بنجرب الموقع وبندوّر على أي أخطاء أو أي مشاكل ممكن تواجه المستخدم عشان نقدر إن إحنا نحلها. وبعد كده عندنا مرحلة الdeployment، والمرحلة ديّة هو اللي إحنا بنرفع بيها الموقع بتاعنا على سيرفر عشان كل المستخدمين يكونوا قادرين إن هم يستخدموا الموقع بتاعنا ده. وبكده نكونوا خلصنا إنشاء الموقع. هل أي موقع على الإنترنت بيتبنى بنفس الخطوات أو لأ؟ يعني إيه؟ يعني ممكن يتبنى بنفس الخطوات ديّة، ممكن لأ، ممكن الخطوات ديّة تزيد أو تقل. الموضوع ده بيرجع ل3 عوامل. أول عامل عندنا هو الشركة، تاني عامل عندنا المشروع أو نوع المشروع، تالت عامل عندنا هو الbudget أو الميزانية المعمولة للمشروع ده. والفيديو ده معمول عشان يفكّرك إن أي موقع موجود على الإنترنت تشوفه تفتكر إن في فريق كامل ممكن يكون اشتغل وراء الكواليس عشان يبني لك الموقع اللي أنت شايفه ده. كده يكون انتهى الفيديو بتاع النهارده، والسلام عليكم. كان معكم وائل جمعة.